طبعا كلنا عارفين مين هو وحش الشاشة، ومين مننا ما شافش أفلام فريد شوقي اللي كلها ضرب وخبط ومعارك وبلطجة ومخدرات. فريد شوقي اللي لم في إيده الحديد في فيلم عنتر بن شداد، واللي قضى على الأشرار في فيلم أمير الانتقام. فريد شوقي الفتوة والمنتقم، واللي أخد لقب وحش الشاشة. أتاريه ما طلعش وحش ولا حاجة يا دي النيلة. فريد شوقي في الحقيقة وبعيد عن أدوار الشر في السينما يعني كان كيوت وطيب على الآخر. فريد شوقي عمره ما دخل خناقة ولا ضرب ولا انضرب إلا مرة واحدة. فريد شوقي في لقاء تلفزيوني حكى وقال: أنا عمري ما اتخانقت مع حد إلا مرة واحدة بس، كانت حادثة تاكسي، والكلام ده كان سنة 59. كنت في اسكندرية وكنت راكب عربية الفورد وداخل من شارع حسب اتجاهي الصحيح، ففوجئت بتاكسي اسكندراني كده داخل عكسي وكان هيخبطني. وطبعا اخواتنا الاسكندرانية جدعان، دول أنا عارفهم قوي وعملت أفلام كتير عندهم. الاسكندرانية فيهم حتة الألاباندا كده، يعني تلاقيه بتاع كلام وبس، وتلاقيه بيقولك إيه: والله لا تشوف هنعمله فيك إيه، وهنضربوك وهنوروك، وفي الآخر ولا بيعملوا حاجة أبداً، زعيق وكلام بس جدعان. فريد شوقي بيكمل حكايته ويقول: المهم قلت للسواق: يا ابني ارجع ورا، ده طريقي. لكن السواق مرضيش يرجع وقعد يزعق وراح كمان خبط عربيتي. ده ايه ده؟ طبعا انا الدم جري في عروقي ونزلت اديته اللي في القسمة، كان بنية حلوين قوي من بتوع زمان، وكأني كنت بضرب محمود المليجي الله يرحمه في فيلم رصيف نمرة 5. لكن لما رحت البيت لقيت نفسي مش عارف آكل ومش عارف أقعد، وفضلت أسأل نفسي: أنا ضربت الراجل ليه؟ هو صحيح قل أدبه، بس أنا كان لازم أستحمله شوية، ده أنا عمري ما ضربت حد، ليه عملت كده؟ فريد شوقي بيقول: لبست هدومي ونزلت تاني لمحطة الرمل. طبعا الكلام ده كان سنة 59. كان ممكن تلاقي السواق واقف في موقف التاكسيات، لأن كان زمان سواق التاكسي بيقف في الموقف بتاعه، كل 6 تاكسيات بيقفوا في موقف، وكل ما واحد يخرج مشوار بيجي غيره ياخد مكانه بنظام كده، وكانوا بيحترموا بعض. دلوقتي طبعا مفيش الكلام ده. المهم لفيت على السواق ده لغاية ما لقيته واعتذرت له وبوست دماغه واديته اللي فيه النصيب. بس اللي فيه النصيب المرة دي ما كانش ضرب ولا بنيات، رضيت الراجل الحمد لله على قد ما قدرت يعني، لغاية ما سامحني. وبكده فعلا وحش الشاشة ما طلعش وحش ولا حاجة، ده طلع طيب وكيوت وحنين جدا، الله يرحمه.